هذا خطاب تاريخي كما عودنا جلالة الملك يعني، ولكن جلالة الملك في هذا الخطاب سمى قيم المسيرة بمنظومة أبدعها الراحل الحسن الثاني، وجل ابن البار وحافظ عليها ويقود تنمية بتبصر. حصادها دار تقييم، يكون رأس الدولة يقيم لك الدبلوماسية المغربية والحصادات التنمية حصاد تنموية، ويثمن مجهود العمل، لأنه النموذج التنموي اللي أطلقه جلالة الملك مناسبة ذكرى الأربعين ثمنوا جلالة الملك ومستوى الرضا عنده على التنفيذ بكل المتدخلين وسماهم سلطات محلية ومنتخبين، وهذا رضا جلالة الملك. بهذه المحطة كذلك أطلق ورش جديد، وهو الاهتمام بالساحل واهتمام بالبنية التحتية للساحل والاستثمار في الساحل والمحطات اللوجستيكية. نحن الحمد لله تلقينا هذه التوجهات الملكية بهذا الخطاب التاريخي، والمنظومة القيم التي جلبتها المسيرة الخضراء سوف نحافظ عليها، وسوف كما قال ختم جلالة الملك الخطاب يعني بكل تجلي أن إلى أن يرضى الله سوف نبقى أوفياء لقيم المسيرة الخضراء. الذي دفع بالمغرب لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية.